سنة 2006 وبالتحديد في كوريا الجنوبية. الساعة كانت حوالي 11 بالليل. مهندس فرنسي راجع من شغله بعد يوم طويل في المصنع، عايز يدخل ياكل حاجة سريعة. فتح الفريزر علشان يحط طبق سمك جابهوله واحد صاحبه، لكن في اللحظة دي بيلاقي كيس أزرق شكله غريب مربوط بطريقة مش طبيعية. الفضول غلبه، فتح الكيس. اللحظة اللي غيرت حياته كلها. فجأة بيصرخ صرخة مرعبة. جواه كان فيه جثث لطفلين رضع متجمدين. ومن هنا بدأت قصة غريبة جدا. قصة مش بس هزت بيت صغير في كوريا، لكن كمان خلقت أزمة دبلوماسية بين بلدين كبار، فرنسا وكوريا. القضية اللي الإعلام سماها الأطفال المجمدين. خليني أرجع معاكم للورا شوية ونفهم القصة من أولها. جون بطل قصتنا كان مهندس ميكانيكي شاطر جدا، شغال في مصنع عربيات في فرنسا. كل زمايله كانوا بيحترموه لأنه ملتزم في شغله ومنظم، وبيعرف يحل المشاكل اللي غيره ممكن يتعقد منها. جون كان شخص عادي جدا من بره، لكن حياته الشخصية هتتحول لقضية بتتشاف في نشرات الأخبار. سنة 1994 جون اتجوز حب عمره فيرونيك. كانوا قصة رومانسية تقليدية جدا. اتعرفوا على بعض في الجامعة، اتقربوا من بعض، وبعد التخرج قرروا يكملوا حياتهم مع بعض. الناس كانت بتشوفهم ثنائي مثالي، هو مهندس ناجح وهي ست بيت هادية، وشكلهم عيلة مستقرة. بعد الجواز بفترة رزقهم ربنا بطفلين. البيت بقى مليان ضحك وحياة. من بره الصورة كانت وردية زي ما أي حد يتمنى. الأيام عدت لحد سنة 2002. في السنة دي مدير المصنع استدعى جون لمكتبه. قال له إحنا هنفتح فرع جديد في كوريا الجنوبية، ومحتاجين حد بخبرتك يسافر ويشرف هناك على خطوط الإنتاج. المهندسين الكوريين لسه مبتدئين وعايزين حد يقف معاهم. جون اتفاجئ بالقرار، سفر لكوريا. قرار مش سهل، لكنه قال للمدير أنا موافق، بس بشرط أسرتي تيجي معايا. المدير كمان وافق، وبكده اتنقلت حياة العيلة كلها من فرنسا لكوريا. الموضوع كان تحدي كبير لفيرونيك، بلد جديدة، لغة مختلفة، وثقافة بعيدة تماما عن اللي متعودة عليه، لكنها استحملت علشان جوزها. الأطفال كمان كانوا صغيرين ولسه في بداية عمرهم. جون في كوريا كان بيشتغل ليل ونهار. أي أجازة ياخدها كان على طول بيحجز تذاكر طيران ويرجع فرنسا مع أسرته، وده كان من الطقوس الثابتة اللي بيعملها. وفي يوم من الأيام جون كان واخد أجازة بالفعل وسافر فرنسا مع أسرته. قضوا كام يوم حلوين وسط الأهل، لكن بعدها جاله اتصال غريب من مديره في كوريا، وقال له إن في ماكينة مهمة اتعطلت ولازم ترجع فورا تصلحها. جون ما كانش عنده خيار، أخد قرار إنه يسافر، بس المرة دي لوحده علشان يصلح العطل ويرجع تاني يكمل أجازته. وصل كوريا، دخل المصنع وقضى يوم طويل جدا يحاول يصلح الماكينة. بعد مجهود كبير قدر أخيرا إنه يظبطها، والوقت كان متأخر، حوالي الساعة 11 بالليل. رجع شقته، وأول ما دخل لقى صاحبه الكوري مستنيه قدام الباب جايب له طبق سمك مطبوخ. جون شكره وأخد الطبق ودخل الشقة، وهنا اللحظة اللي قلبت حياته كلها. جون فتح الفريزر علشان يفضي مكان للطبق. الفريزر كان مليان أكياس. بدأ يشيل شوية لحد ما لفت نظره كيس أزرق. الكيس شكله مش عادي، مربوط بإحكام وحجمه أكبر من الطبيعي. جون قلبه بدأ يدق بسرعة. ليه؟ هو نفسه ما كانش فاهم، لكن فضوله خلاه يفتح الكيس. أول ما فتحه اتجمد في مكانه. قدامه كان في طفلين رضع ميتين ومتجمدين جوه الكيس. المنظر كان فوق أي احتمال بشري. جون فضل يصرخ زي المجنون. ازاي؟ ايه ده؟ مين حطهم هنا؟ أول رد فعل عمله إنه مسك الموبايل واتصل بالشرطة الكورية. صوته كان بيرتعش وهو بيحكي لهم، والشرطة وصلت بسرعة. أخدوا كيس والطفلين المتجمدين وبدأوا يفتحوا تحقيق رسمي فورا. جون كان في حالة صدمة.
محدش يقدر يتخيل موقف زي ده. ازاي في شقته جوه التلاجة في الفريزر يلاقوا جثث أطفال؟ الشرطة كان لازم تتحرك بعقل. أول خطوة عملوها إنهم أخدوا الشعر من جون من غير ما يحس علشان يعملوا تحليل للدي ان ايه. تاني يوم الشرطة قالت لجون إنه ممكن يرجع فرنسا وإنهم هيتواصلوا معاه لو في جديد، وجون رجع فعلا لأسرته. لكن هنا كانت الصدمة التانية. نتيجة تحليل الدي ان ايه طلعت، والكارثة إن الطفلين دول هما ولاد جون نفسه. جون رجع فرنسا وهو لسه في حالة صدمة. كل اللي حصل في كوريا كان بالنسبة له كابوس مش قادر يصدقه. في عقله أسئلة كتير بتتخبط. مين دول؟ إزاي وصلوا عندي؟ وليه الشرطة بتتعامل معايا وكأني متهم؟ أول ما وصل قعد مع مراته فيرونيك وحكى لها كل حاجة. كان بيحكي لها وهو مرعوب، صوته بيهتز، وهي كمان اتصدمت وقالت له إزاي ده يحصل؟ ده مستحيل. فضلت تبصله بعيون مليانة خوف واستغراب. اللحظة دي بالنسبة لجون كانت غريبة. حس إن مراته مش بس مصدومة، لكن كمان في حاجة مش واضحة في رد فعلها. في كوريا الشرطة كملت شغلها. بعد ما جابوا نتيجة التحليل للدي ان ايه الخاص بجون، قرروا يكملوا الفحص. فتشوا شقته مرة تانية، وأثناء البحث وجدوا خصلة شعر أنثوي صغيرة جدا عالقة في مكان قريب من الفريزر. شعر خفيف جدا، لكن كافي إنهم يعملوا تحليل دي ان ايه تاني. التحليل أثبت إن الشعر ده بيرجع لفيرونيك مراته. يعني مش بس جون اللي ليه علاقة، كمان مراته أم الأطفال دول. الشرطة أعلنت إن الطفلين اللي اتجمدوا في الفريزر هم ولاد جون وفيرونيك. وقتها الموضوع كبر جدا، والقضية خرجت بره نطاق جريمة قتل أطفال مجهولين، وبقت جريمة قتل من عيلة فرنسية لأولادهم بأنفسهم. طبعا جون لما سمع الخبر ده اتجنن. قال مستحيل، دي مؤامرة، دي لعبة من كوريا علشان يشوهوا سمعتي أو ينتقموا مني. رفض تماما انه يرجع كوريا، وقال انا ماليش علاقة والموضوع كله مش منطقي. لكن الاعلام في كوريا بدأ يتكلم، والصحف نزلت عناوين صادمة: مهندس فرنسي وزوجته يقتلان اطفالهما ويجمدوهم في الفريزر. القضية فجأة بقت قضية رأي عام، والناس كلها عايزة تعرف التفاصيل. فرنسا من ناحيتها كانت شايفة الموضوع غريب جدا. المسؤولين هناك افتكروا إن كوريا بتحاول تلفق تهمة لمواطن فرنسي، وده سبب توتر سياسي كبير بين البلدين. كوريا بعتت طلب رسمي لفرنسا، عايزين المتهمين جون وفيرونيك يرجعوا هنا ويتحاكموا. فرنسا رفضت في البداية وقالت إحنا هنحقق بنفسنا. وبالفعل فرنسا بعتت محققين وأطباء من عندها علشان يشوفوا الأدلة. وبعد شهور من الفحص والتحقيق، المحققين الفرنسيين رجعوا بالحقيقة المرة: كوريا ما لفقتش حاجة، كل الأدلة صح، والأطفال دول هما فعلا أولاد جون وفيرونيك. جون في اللحظة دي كان بيحاول يتمسك بآخر خيط أمل. كان بيطلع في برامج تلفزيونية في فرنسا، يقعد جنب مراته وينفي التهمة. كان بيقول للكاميرا أنا بريء، معرفش مين الأطفال دول ودي مؤامرة. كلامه كان فيه ارتباك، لكن إصراره على النفي كان غريب جدا. الناس في فرنسا اتقسموا. في جزء صدقوا وقال ممكن فعلا كوريا بتلعب لعبة سياسية، وفي ناس تانية قالوا استحالة يكونوا لفقوا كل ده، أكيد في سر ورا العيلة دي. التحقيقات الفرنسية ما وقفتش عند كده. بعد ما اتأكدوا إن فيرونيك هي الأم، واجهوها بالحقيقة. في البداية فيرونيك حاولت تنكر، قالت أنا معرفش حاجة، يمكن حد لعب في الأدلة. لكن قدام ضغط المحققين انهارت فيرونيكا، وهنا جت الصدمة اللي هزت العالم كله. فيرونيك اعترفت وقالت كلمات محدش في حياته يتخيل إنه يسمعها من أم: دول أولادي وأنا قتلتهم بعد ما اتولدوا. جون جوزها اتجمد في مكانه، كان قاعد معاها في التحقيق، وأول مرة يسمع الكلام ده بصلها وهو مش قادر يتنفس. إزاي؟ صوته كان فيه بكاء مكتوم. لكن اعتراف فيرونيك ما كانش واقف لحد هنا. كملت وقالت مش دول بس، سنة 1999 أنا ولدت طفل كمان،
ولما اتولد قتلته وحرقته. المحققين كانوا مصدومين، يعني الست دي مش بس قتلت طفلين، دي قتلت 3 أطفال من أولادها، كل ده وهي عايشة مع جوزها في نفس البيت من غير ما يعرف. جون كان في حالة انهيار كامل، فضل يقول أنا ماليش دعوة، أنا معرفش إزاي مراتي تعمل كل ده من ورايا. لكن المحققين ما كانوش قادرين يسيبوا الموضوع عند مجرد اعتراف، بدأوا يطرحوا سؤال مهم: إزاي واحدة تعيش مع جوزها السنين دي كلها وتخلف 3 مرات وهو ما يلاحظش ولا مرة، لا حمل، لا ولادة، ولا أي حاجة؟ الموضوع يبان شكله مستحيل، لحد ما الأطباء النفسيين دخلوا للصورة. بعد اعتراف فيرونيك الدنيا اتقلبت. جون كان قاعد قدام المحققين مش قادر يصدق إن اللي قاعدة جنبه دي مراته اللي عايش معاها سنين، وأم أولاده الاتنين اللي هو عارفهم. إزاي؟ إزاي واحدة تحمل وتولد 3 مرات من غير ما يقولوا لها مبروك ولا حتى هو يلاحظ بعينيه أي حاجة؟ المحققين نفسهم كانوا تايهين، كان عندهم اعتراف صادم جدا، لكن لازم يتأكدوا إذا كان في تفسير منطقي ورا الموضوع. وقتها قرروا يستعينوا بخبراء في الطب النفسي. المحكمة ندبت 5 أطباء نفسيين مختلفين علشان يقيموا حالة فيرونيك. الهدف يعرفوا إذا كانت بتكذب وتحاول تشيل التهمة عن جوزها، ولا فعلا في حاجة مرضية خلتها تعمل كده. جلسات الاستماع كانت غريبة جدا. فيرونيك كانت بتتكلم بهدوء غريب، مفيش أي انهيار أو ندم بالشكل المتوقع من أم. ولما سألوها إزاي جوزك ما خدش باله إنك حامل 3 مرات، ردت ببساطة: أنا نفسي ما كنتش باخد بالي. الكلام كان غريب جدا، لكن لما الأطباء بدأوا يدققوا لقوا إن اللي بتقوله مش مجرد حجة، دي حالة نادرة فعلا اسمها إنكار الحمل. الحالة دي اللي اسمها بالإنجليزي denial of pregnancy أو إنكار الحمل، نوع من الاضطرابات النادرة جدا. السيدة اللي يجيلها المرض ده مش بيظهر عليها أي نوع أو أي علامة من علامات الحمل. البطن ما بتكبرش، الوزن ما بيتغيرش بالشكل الملحوظ، وما فيش أعراض غثيان أو قيء أو دوخة زي السيدات الحاملات الطبيعيات. والأغرب إن الجنين ساعات بيبقى واخد وضع عمودي يخلي البطن شكلها ثابت كأنها مش حامل خالص. الأم نفسها ممكن ما تحسش بحركة واضحة للجنين. يعني باختصار، السيدة بتتفاجأ فجأة إنها بتولد من غير ما تكون عارفة إنها حامل أصلا. الأطباء أكدوا إن فيرونيك واحدة من الحالات النادرة جدا دي، والأغرب إن حصل ده معاها مش مرة ولا 2، لكن 3 مرات متتالية، حاجة تخليها تدخل في التاريخ كأول سيدة يتسجل إنها جالها إنكار حمل بالشكل ده أكتر من مرة. الأطباء بعد فحص طويل قالوا للمحكمة إن فيرونيك ما كانتش بتخدع جوزها، هي نفسها ما كانتش مدركة إنها حامل. لما كانت بتولد كانت بتتصرف بطريقة غريبة نتيجة حالة الإنكار الكامل، لكن الأكيد إن بعد الولادة كانت بتقتل أطفالها بإرادتها خوفا من الفقر والمستقبل. الكلام ده صدم جون أكتر، يعني مراته مش كانت حامل من غير ما تقوله، لا هي فعلا كانت بتخلف وهو مش واخد باله. جون في اللحظة دي انهار، حس إنه كان عايش مع سيدة غريبة عنه تماما، كل اللي بناه معاها من ثقة وحب اتكسر. في البرامج التلفزيونية كان بيظهر جنبها بيحاول يصدقها ويدافع عنها، لكن في الحقيقة هو من جواه كان محطم ومكسور. في التحيات كمان فيرونيك بدأت تحكي عن طفولتها، قالت إنها اتولدت في أسرة فقيرة جدا، عاشت حياتها وهي محرومة من أبسط الحاجات الأساسية، الإهمال كان بيطاردها في كل تفاصيل يومها. قالت: أنا كنت خايفة أولادي يعيشوا نفس اللي أنا عشته، كنت عايزة أحميهم من الفقر والمعاناة، وكنت مقتنعة إن الحل الوحيد إني مخليهمش يعيشوا أصلا. الكلام ده كان أقرب للاعتراف، لكن مع تبرير نفسي. المحققين والأطباء شايفينه نوع من تشوه التفكير اللي بيجي مع حالتها، لكن مهما كان التفسير النتيجة واحدة: 3 أطفال اتقتلوا قبل حتى ما يعرفوا معنى الحياة. القضية وقتها بقت حديث الإعلام العالمي، مش بس فرنسا وكوريا، لكن كل أوروبا والعالم، وصحف كتير
نشرت تقارير بعنوان الأم التي لم تعرف أنها حامل وقتلت أطفالها الثلاثة، وعناوين تانية بأن مرض نادر يقود إلى جريمة مروعة. برامج وثائقية بدأت تتحدر عن القصة، وناس كتير بقت تناقش هل فيرونيك ضحية مرض ولا مجرمة متعمدة. في فرنسا الناس كانوا منقسمين، ناس شايفة إنها مريضة ومحتاجة علاج، وناس شايفة إن مفيش أي مرض يبرر قتل 3 أطفال. جون نفسه كان عايش بين نارين، عقله بيقوله إنها مريضة، لكن قلبه بيقول دي قتلت أولادي ال3. القضية دخلت المحكمة بشكل رسمي، النيابة طلبت حكم بالسجن على فيرونيك، والدفاع بيحاول يثبت إنها ضحية مرض نادر. جون كان في النص بيتفرج على حياته وهي بتتفكك وبتنهار قدام عينيه. وأنا كمان كنت عايزة أسألكم، هل من رأيكم إن فيرونيك كانت ضحية مرض إنكار الحمل اللي إحنا وضحناه بشكل مبسط، ولا كانت مجرمة متعمدة وخايفة على أطفالها من الفقر اللي عاشته وهي صغيرة فتعمدت إنها تقتلهم؟ قولولنا رأيكم تحت في التعليقات. نوصل للمحاكمة. وقتها المحكمة كانت مليانة صحفيين وكاميرات، والكل كان عايز يشوف السيدة اللي اسمها بقى مرادف للرعب والجدل، فيرونيك. قاعة المحكمة في فرنسا بقت مسرح كبير، والجمهور متعطش لأي تفصيلة جديدة. جون كان حاضر، قاعد في الصفوف الأولى، ملامحه كانت متجمدة بين الحزن والخذلان، مش قادر يصدق إنه قاعد في محاكمة زوجته اللي عاش معاها أكثر من 10 سنين، واللي كانت في نظره شريكة العمر. القاضي بدأ يقرأ التهم. فيرونيك كورتيه متهمة بقتل 3 من أطفالها الرضع، الأول سنة 1999 والإثنين الآخرين في 2002 و2003. التهم الموجهة ليكي هي القتل العمد. الجملة دي لوحدها كانت كفيلة تخلي القاعة كلها تسكت تماما. المحامين اللي بيدافعوا عنها كانوا مسلحين بتقارير الأطباء النفسيين. واحد منهم وقف وقال موكلتي مش مجرمة بالمعنى المعروف، هي ضحية مرض نادر جدا اسمه إنكار الحمل. الحالة دي حرمتها من إدراك الحمل نفسه وأدخلتها في حالة إنكار كاملة. أي تصرف عملته بعد الولادة لازم يتشاف في إطار مرضها النفسي. الكلام ده أثار جدل واسع، ناس في القاعة هزوا راسهم بالموافقة، وناس تانية وشهم اتغير وقالوا ازاي يعني، دي قتلت 3 من أطفالها بدم بارد. النيابة جابت أدلة قوية جدا. محقق من كوريا حضر بنفسه وقال الأطفال اتجمدوا في الفريزر سنين طويلة. التحليل أكد إنهم كانوا على قيد الحياة وقت الولادة، وإن موتهم كان بفعل فاعل. كل الأدلة بتقول إن الجريمة حصلت بإرادة واضحة، مش مجرد مرض. الكلام ده كان زي الصاعقة. الكل اتلفت يبص لفيرونيك، وهي نفسها فضلت قاعدة ثابتة، ملامحها مش بتتحرك، كأنها منفصلة عن كل العالم حواليها. جون لما اتسأل في المحكمة صوته كان مبحوح وقال أنا معرفش حاجة، لو كنت عارف إن مراتي حامل كنت هقف جنبها، أنا كنت بحبها وبحب أولادي، ومصدوم إزاي قدرت تخبي عني 3 مرات. الكلام ده خلى جزء من الحضور يتعاطف معاه، والناس شافوه راجل بريء وقع ضحية لحياة مزدوجة كانت مراته عايشاها في السر. لكن في نفس الوقت في ناس سألت ازاي يعيش معاها سنين وما ياخدش باله، ازاي ما يشكش في حاجة 3 مرات. بعد شهور من الجلسات والمرافعات القاضي أخيرا نطق بالحكم. فيرونيك تم الحكم عليها بالسجن 8 سنوات، أما جون فأخد حكم بالبراءة الكاملة. القاعة انفجرت، في ناس شايفة الحكم مخفف جدا بالنسبة لجريمة قتل 3 أطفال، وفي ناس شايفاه منطقي لأنه مبني على تقارير طبية أثبتت إنها مصابة بمرض نفسي نادر. فيرونيك دخلت السجن لكنها ما قضتش 8 سنين كاملة، بعد 4 سنين بس خرجت، وكان في قرار بالعفو وتخفيف العقوبة. جون رغم كل اللي حصل فضل جنبها، والناس استغربت جدا ازاي واحد يفضل واقف مع مراته بعد ما قتلت اولاده، لكن هو كان شايفها ضحية مرض مش مجرمة وقلبها حجر. القصة فضلت حديث الإعلام لفترة طويلة، واتعملت عنها وثائقيات وبرامج في فرنسا وكوريا. بعض العناوين كتبت الأم التي لم تعرف أنها حامل، وعناوين تانية كتبت زوج وفي رغم أبشع جريمة.
الناس انقسموا زي ما قلت لكم، فريق شاف فيرونيك مجرمة ولازم تتحاسب بقسوة، وفريق تاني شايفها حالة طبية نفسية نادرة وبالتالي لازم يتعاملوا معاها برحمة. لكن في النهاية الثلاث أطفال دول عمرهم ما رجعوا. القصة مش مجرد قضية قانونية أو سياسية، دي مأساة إنسانية في المقام الأول. طفلين اتجمدوا في كيس أزرق، وأب لسه لحد النهاردة بيسأل نفسه لو كنت عرفت بدري هل كنت أقدر أنقذهم؟ جون خرج من القصة دي إنسان محطم، حتى لو المحكمة برأته هيفضل عايش طول عمره بسؤال واحد: كنت أب إزاي وأنا ما قدرتش أحمي ولادي؟ بعد ما اتحكم على فيرونيك ب8 سنين واللي قضت منهم 4 بس وخرجت، القضية ما خلصتش بالنسبة للرأي العام. بالعكس، خروجها من السجن فتح الباب لجدل أكبر. هل العدالة اتطبقت فعلا ولا الحكم كان متساهل بشكل يخلي الناس تفقد ثقتها في القضاء؟ في فرنسا جزء من الشعب كان شايف إن اللي حصل كارثة قانونية. إزاي واحدة تقتل 3 أطفال وتخرج بعد 4 سنين، في حين إن في قضايا تانية عقوبات بسيطة ممكن تاخد سنين طويلة جدا؟ لكن في ناس تانية شافت الموضوع من زاوية مختلفة إنسانية. قالوا السيدة دي مريضة واللي حصل مش جريمة تقليدية، دي مأساة نفسية. الأطباء اللي كانوا في القضية فضلوا يكرروا إن فيرونيك مش إنسانة طبيعية وقت الجرائم، وإن مرض إنكار الحمل كان بيغيب إدراكها بشكل كامل. أما عن جون فكان فصل تاني من المأساة. الراجل اللي شاف نفسه فجأة متهم بجريمة قتل وطلع بريء. الراجل اللي اكتشف إن مراته كانت عايشة حياة سرية غامضة، بتخلف وبتقتل من غير ما هو يعرف. رغم كل ده اختار إنه يفضل جنبها لحد ما تخرج من السجن. القرار ده خلى كتير من الناس يهاجموه: ازاي تفضل مع واحدة قتلت ولادك؟ لكن جون كان دايما بيرد: أنا عشت معاها سنين، لو هي ضحية مرض يبقى دوري إني أقف جنبها. فهل جون كان بيحبها فعلا لدرجة إنه يغفر لها كل ده، ولا كان متمسك بصورة الأسرة اللي انهارت قدامه فجأة؟ محدش يعرف، لكن المؤكد إنه فضل معاها لحد ما خرجت من السجن. وانتوا قولولنا ايه رأيكم؟ تفتكروا جون كان متمسك بيها ليه ووقف جنبها طول الفترة دي؟ سيبولنا رأيكم في التعليقات. القضية دي زي ما قلتلكوا كانت مادة دسمة للإعلام، واتعمل عنها أكتر من فيلم وثائقي وبرامج استقصائية. في فرنسا صوروا القصة من زاوية إنها ضحية مرض نادر، بينما في كوريا الإعلام كان قاسي جدا وركز على فكرة الأم القاتلة. الاختلاف ده زود التوتر بين البلدين في وقتها. فرنسا حست إن كوريا بتحاول تستخدم القضية علشان تشوه سمعة مواطنة فرنسية، وكوريا كانت شايفة إن فرنسا مش عايزة تعترف بجرم واضح. لكن في النهاية الحقيقة كانت أقوى من أي جدل سياسي: 3 أطفال ماتوا ومفيش حاجة هتغير ده. القضية لسه بتدرس لحد دلوقتي في كتب علم النفس والطب. حالة فيرونيك اتسجلت كواحدة من أندر الحالات الطبية اللي اتوثقت في مؤتمرات علمية كتير، بيتكلموا عنها كنموذج عن إزاي المرض النفسي ممكن يخلي إنسان يعمل تصرفات خارجة عن المنطق. لكن وسط كل ده في جانب إنساني محدش يقدر ينساه: الأطفال ال3 اللي اتولدوا من غير ما يعرفوا طعم الحياة، واللي انتهت حياتهم قبل حتى ما تبتدي. القصة دي مش مجرد جريمة، دي مرآة مظلمة بتورينا قد إيه النفس البشرية ممكن تكون معقدة. فيرونيك كانت لكن في لحظة تحولت لقاتلة. جون كان أب لكنه كان عايش في غفلة، ولحد النهاردة يمكن لسه بيسأل نفسه إزاي معرفتش. لكن السؤال اللي بيطارد الكل: هل المرض النفسي فعلا بيبرر الجريمة؟ هل لو حد مكان فيرونيك كان ممكن يتصرف بشكل مختلف؟ ولو انت كزوج كنت مكان جون هتغفر لمراتك بعد اللي عملته؟ اكتبوا لنا رأيكم تحت في التعليقات، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة. دعمونا عشان نقدر نستمر. فعلوا زر الجرس علشان توصلكم باقي كل قصص الجرائم الغامضة. نشوفكم في جريمة جديدة.